مرحبا فيكم، اهلا وسهلا. اليوم الطبق سبيشال، يعني حاجه موجوده في كل مائده رمضانيه جزائريه. صح. مع كل يوم، صح؟ نيشان. اول شيء وشاك يا شيف لبس؟ الحمد لله، نشكرك احمد. الحمد لله. كرام متابعينا، انا ان شاء الله متحمس يكونوا كثير بخير بالطبق، لانه صح. انا عارف وش عندنا اليوم. فقولي لهم انت. اليوم عندنا طاجين حلو. ايوه. ولا برقوق، كاين في الشرق يقولوا له برقوق. ان شاء الله نديروه اليوم ويكون شباب ان شاء الله، على حساب رمضان. لازم يكون شباب ان شاء الله. دوك نبدا لوحدي الطاجن الحلو. هي المكونات موجوده، اصلا هي الشيف مش موجود. سمي بالله. بس كيفاش نبدا؟ مش اعطوا يا شباب، الله يخليكم. شيف الله يوفقك كل واحد. حصلت احمد؟ حصلت والله، ما قدرتش يعني. شوف. حاولت بس ما قدرتش. هاتي للشيف. شوف، الطاجين الحلو هو طاجين سهل، يعني ما فيش بزاف مراحل ولا اللي صعيب بزاف. ان شاء الله نبداو اليوم ويخرج شباب. المكونات تاعها ماشي بزاف. عندنا اللحم، وعندنا مغرف كبيره تاع زبده، عندنا عصره تاع ليمون، نص ليمونه، وعندنا هنا القرفه عود، نجمه الارض، وحبه قرنفل. عندنا السكر، عندنا القرفه، عندنا اللوز والكيوي والاناناس غير باش نذوقوا، تقدروا تستغنوا عليهم. عندنا البرقوق، وعندنا المشماش والسكر. هنا عندنا شويه ما ظهر غير باش ننكهوا. وهذا سر البرق. الماء الزهر، طاجين الحلو، هذا السر الطاجين. احنا في الغرب نعيطوا لها غير برقوق، ما نقولوش طاجين. ما تقولش طاجين على بها قلت لك غير البرقوق. برقوق. اوكي. انا هذا بالنسبه لي ادمان. تبغيه احمد؟ لازم كل يوم في المائده الرمضانيه. وما في رمضان كاع المائدات الجزائريه كاع يكون فيها والتنوع اللي موجود فيه، الحلو والمالح. هذا التزاوج جميل جدا والله. نبداو؟ نبداو، يلا. شعلنا النار، نخش الزبده. اول حاجه نديروا الزبده تاعنا. راك باغي طيب احمد؟ نعطيك. انت طيبه. اوكي. ودروك احمد عندنا البرقوق تاعنا، كاين اللي يبغي يفوره وكاين اللي يديره في الماء 6 خطرات باش تروح له هذيك الكحوليه ويكون مليح. نديروا كميه تاع برقوق، انا نبغي ندير مشماش فيه، كاين اللي ما يبغيش. نديروا كميه. تبغي المشماش؟ نديروا شويه قرفه غير باش نعطروا البرقوق تاعنا شويه، ونديروا مغرف واحده سكر. نزيدوا شويه ما زهر غير باش تكون عندنا هذيك النكهه تاع الماء زهر. نخلوه يتعسل. كي يقرب يوجد البرقوق تاعنا نزيدوا هذا، ما نزيدوهش مع الاول باش ما يتفتتش، باش ما يذوبش كاع. نزيدوه مع البرقوق ونديروا له كيله تاع السكر باش المرقه هذيك تكون معسله. في الصوص نفسه. في الصوص نفسه نديروا السكر باش يولي معسل، ونقدروا نقدموه في الطاجين الحلو. شفت سهل، ما فيهش حاجه كبيره. وتحمار اللحم. تحمار اللحم اخر خطوه نديروه. مور ما نديروا هذه العينه في المرقه تاعنا، نقلعوا اللحم نحمروه. كاين اللي ما يبغيش يحمره، بصح من الاحسن تحمروا اللحم، نحمروه في الاير فراير من بعد نقلعوه. فهمنا. دروك احمد مور ما طابلنا اللحم تاعنا نقلعوا الريحه طالعه معبيه الاستديو دروك مور ما طاب اللحم نقلعوه نديروه في الاير فراير غير باش نحمروه يدي هذاك المنظر. وانا غادي ندير البرقوق ولا العينه ولا نديرها هنايا باش تتعسل مع السكر ومن بعد يكون جاهز للتقديم ان شاء الله. ديرها هنا في الاير فراير احمد. اوكي اي ويل.
الهاك الجديد من كوندور، قلاية هوائية بدرجين مستقلين تجمع بين السرعة والراحة. سعة 11 لترا 7 و4، قوة 2600 واط، وشاشة رقمية، 10 برامج قابلة لإعادة البرمجة، الحرارة والوقت قابلين للتعديل، مع خاصية سينكرونيزيشن، زيت قليل وبلا زيت، ونتيجة هايلة. كوندور، صحة وبنة في نفس الوقت. هكا احمد خلوها تزيد حتى تتعسى الغايه وتولي صوص حلوه بنينه شابه، وكون لا ومن خاصة بعد من تحمير يكون اللحم ونقدموها لهم ان شاء الله ان شاء الله. في طاوله التقديم ان شاء الله. عاد ولينا لكم في طابله تاع التقديم. يعطيك الصحة شيف، والله عجبك الطاجين حلو؟ الألوان ما شاء الله، الريحة، القوام كله ما شاء الله، يعطيك شكراً الصحة أحمد. والله. دوك طبعا نحن هذا اللحم بعد ما طيبناه حضرناه بمنتج كوندور اللي هو موجود على الشاشة على الكيو ار كود. ما عليكم غير تعملوا سكان لتروحوا للمتجر الإلكتروني بروكسيما تشوفوا أكثر هذا المنتج وتطلعوا على المنتجات الباقية لكوندور. دوك يا شيف موعد اليوم أو السؤال اليومي. سؤالنا لليوم سهل كتير، حكينا عليه في الفيديو، يعني لو تشوفوا الفيديو رح تعرفوا الإجابة مليح. شو هي الإضافة الخاصة التي تضاف على طاجين الحلو؟ سهل ولا مش سهل؟ سهل. ايه، هي نكهة هيك خاصة سبيسيال صح. موجودة فيه، تنحط مشهورة فيه، يعني كي نشم الريحة تعرف نعرف مباشر انه هي طاجن الحلو. الحلو. وريت لهم بزاف احمد الريحه نقولها نضل نقولها نقولها. وصحة ان شاء الله فطوركم، ونلتقي ان شاء الله غدا بطبق جديد ان شاء الله ومسابقة جديدة وسؤال جديد ان ان شاء الله. Condor, prenez votre envol.